كانت مقابله صعيبه لان كنا لعبت ضد فريق صغير، لعبت ضد فريق الوداد البيضاوي في مركب محمد الخامس. المقابله كانت جد صعيبه لان خصوصا بعد العوده ديال الوينرز الفريق ديالو وقع شحنه قويه عاونهم بزاف. كما كيعرف الجمهور ديال الرجاله ديال الوداد فهو كيساند الفريق ديالو. خدينا نقطه من مدينه الدار البيضاء، النقطه راه جد ثمينه بالنسبه لنا. حنا جينا بصراحه عازمين باش ناخذوا نقطه من مدينه الدار البيضاء، حققنا الاهم بالنسبه لنا. حققنا واحد الجزء من الطموح ديالنا في هذا الشطر من البطوله. كنظن ان النقطه هذه راه غادي تعطينا واحد الحافز اللي يقدر انه يعطينا مجموعه من الامتيازات فيما تبقى من البطوله باش نحقق نتائج ايجابيه للجمهور ديالنا ان شاء الله. انا ماشي اختصاص ديالي نقيم الاختيارات ولا الاداء ديال الفريق الخصم اكثر من نقيم ونعطي احكام على ماشي الاختيارات وانما الاداء ديال الفريق ديالي. فكنظن ان الشوبه ديال السي حسن ناظر هذيك يحترم، الاسلوب ديالو يقدر يكون مديره. كنظن ان فريق الوداد البيضاوي فريق كبير، فكما شفتوا الدخول ديال ايفونا ولا ماشي الدخول ديال ايفونا فهو ما شكل واحد الضغط كبير علينا. كنظن اللي راه فريق الوداد راه فريق كبير، ايفونا فابريس المجموعه الحواصل اللي غادي. كنظن بلي راه الوداد راه ما يتسناش لاعب ولا لاعبين لانهم هما اللي غيهزوا الفريق ولا غادي يفوزوا. راه عنده واحد الترسانه من اللاعبين اللي قادره باش دير البطوله، ماشي غير باش انها تحقق هذه الانتصار في المقابلات اليوم. كنظن ما ساعدهمش الحظ، ماشي ما ساعدهمش الحظ وحتى الطريقه باش كنا لاعبين فيها والطريقه باش كنا واقفين. داكشي اللي خططنا ليه فاحنا نجحنا فيه. هو اللي صعب شويه الاموريه على الوداد البيضاوي. ايفونا لاعب كبير يقدر يكون بدا من بدايه المقابله ما غاديش يسجل لان الطريقه باش كنا لاعبين فحنا كنا دارسين كل لاعبوا نقاط القوه ديال فريق الوداد البيضاوي. نقدروا نكسبوا الثقه كما قلتي نزعموا، ولكن نقدروا نزعموا ونضيعوا يستقبل علينا. فاهم شيء هو انك ما يتسجلش عليك. هذه قاعده خديناها في المقابله ديال اليوم، لان راك جاي ملاعب ضد فريق صغير ما لعبش. مع احترامي للفرق كتجي الدار البيضاء كتلعب ضد الرجاء وضد الوداد بالجبروت ديالها بالقوه ديالها الجمهور ديالها. فكنظن ان اللي كيحصل على نقطه من مدينه الدار البيضاء فهذا راه نتيجه جد ايجابيه بالنسبه لك. كما قلتي فاحنا جينا عازمين باش ناخذوا نقطه من مدينه الدار البيضاء. تمرنا طيله الاسبوع على الخطوره ديال الوداد وعلى نقاط القوه ديالو ونقاط الضعف ديالو. قصدنا اننا نحدوا منها كما تالينا هذا كما خططنا ليه فاحنا نجحنا. هذا من فضل ديال الله والمجهودات ديال اللاعبين اللي كنحييهم من هذا المنظور. عندنا النهار ديال اليوم بعد المقابله وكنظن غدا يوم راحه فاحنا غادي ما غنفكروش في الحسنيه، غنحاولوا نحتفلوا شويه نفرحوا مع عائلتنا شويه بالنقطه ديال اليوم انا بمثابه انتصار. من بعد غادي نبداو بدايه ديال الاسبوع ان شاء الله ندرسوا نقاط القوه ديال فريق الحسنيه، لان المرتبه اللي حاصل عليها فما جاتش محسوفه، لان عندك مجموعه من اللاعبين اللي متمرسين ومجموعه من اللاعبين شباب اللي طموحين وعندهم مجموعه من الاجانب اللي كيعطيو شيء كثير بالبطوله الوطنيه. الديربي بالخصوصيات ديالو الترتيب ديال الفريقين ولا النقاط ديال الفريقين فكنظن بلي راه يا اما غادي يقلص يا اما غيفوتونا يا اما حنا غنزيدو نوسعوا الفريقيناتنا. كنتمنى من الله ان يحالفنا الحظ ويوقف معنا كما كان وقف معنا في البدايه ديال الموسم. لا داعي لذلك الجمهور ديالنا لان الجمهور ديالنا راه كيمشي كيتبعنا فيما مشينا. كنتمنى من الله اننا نكونوا موفقين في هذه المقابله ونطبقوا التعليمات كما طبقوا في جميع المقابلات. اذا طبقناها كما كيعطينا الطاقم التحضيري فاحنا غنحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. وماش والله اعلم، لا يعلم الغيب الا الله. فاحنا كنلعبوا كل مقابله جينا للدار البيضاء باش ناخذوا نقطه، باش ناخذوا 6 نقاط. الا المقابله الجايه غادي في الملعب ديالنا النقطه راه حنا ضامنينها لان ما مسجلين. الا صدنا نسجلوا غناخذوا 3 نقاط، ما صدناش حنا نقطه حنا ضامنينها. كنلعبوا مقابله بمقابله قسما بالله حنا ما كنفكروا على الشامبيون، ما لاعبين على الشامبيون. عندنا هايجيس من الاول كان عندنا ميثاق نحصلوا على 34 نقطه، الان عندنا 31 نقطه. نحصلوا على 34 صدنا نحصلوا على 34 نقطه في المقابله ديال الحسن ديال اكادير. ديك الساعه كل بيبان غادي تفتح كما كنقولوا غنعودوا نلعبوا الكره كما بغا الجمهور ديالنا. الجمهور كيعاتبنا كنلعبوا الوداد البراجه اللي جيت كيعاتبنا علاش كترجعوا علاش ما كتفتحوش اللعب. ما كنظنش انهم غادي نفتحوا اللعب ما نخسروا معاهم مع الوداد ولا الرجاء. هما غيكونوا فرحانين والجمهور ديالنا غيكون فعلا كيلعب ضد فرق كبيره غادي تلعب بالنهج اللي غادي يسلكك انت، غادي تلعب بالطريقه اللي غادي تسلكك انت